اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه جديده، وصفه الانتعاش في الجو المولع ده، ربنا يرحمنا برحمته. هنعمل مع بعض النهارده ايس كريم الفراوله بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وطعمه احلى من افخم المحلات. جربوه والله هتدعولي. شايفين القوام بتاعه؟ حلو جدا جدا جدا. انا واثقه انه هيعجبكم. يلا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا كميه من الفراوله، الكميه اللي انت حباها، بس انا معايا الكميه دي انا مجمداها في الفريزر طبعا كويس جدا. سبتها بس فكت حوالي 5 دقايق. معايا كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزبادي، بس كده. هحط كل المكونات مع بعض في الكبه بتاعتي. كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، كوبايه الا ربع من الزبادي. وعندي هنا كمية الفراولة دي حوالي كيلو الا ربع مثلا، او نص كيلو. لا، دي نص كيلو، سوري. انا مجمداها كده، بفكها بس بالمعلقة. هقفل بقى الكبة بتاعتي وهضربها كويس جدا جدا. طبعا ممكن تستبدلي الكريم شانتيه ده كريم شانتيه خام، الكريم شانتيه اللي هو بطعم الفراولة، فالمتاح عندك اعملي بيه. ممكن برضو تبدلي الزبادي العادي بزبادي الفراولة، بس انا بصراحة ما لقيتش، برضو هيديكي نكهة اقوى. بس ده بمكوناته دي طعمه تحفة. هضرب كويس جدا جدا لغاية اما القوام يتقل معايا والكريم شانتيه يختلط معاهم كويس جدا، ويبقى القوام بتاعي بالطريقة دي. هدوقه بس هشوف محتاج سكر ولا ايه. حسيت ان هو محتاج شوية، هحط كمان ربع كوباية. يبقى كده اجمالي السكر اللي احنا استخدمناه كوباية على نص كيلو من الفراولة. هركب بقى الكبة بتاعتي تاني وهفرمهم مع بعض كويس جدا جدا. تمام كده، خلاص اختلطوا كويس جدا. هكون مجهزة معايا بقى علبة بغطا، اي علبة متاحة عندك. شايفين شكله ولونه؟ والله الكاميرا يا جماعة ظالمة لونه. طبعا ممكن اختياري لو عندك لون احمر تضيفي، بس انا بصراحة حابة لونه كده فمش هضيف اي لون. دي العلبة بتاعتي اللي انا هفضي فيها. علبة تكون بتستحمل يعني ان هي تدخل الفريزر وتقعد ليلة كاملة. تمام كده، فضيت الخليط بتاعي اهو. شايفين شكله وقوامه؟ هغطيها بقى كويس جدا وهدخلها الفريزر مش اقل من 8 ساعات، والافضل ليلة كاملة. هنا بعد ما عدى ليلة كاملة اتجمدت معايا كويس جدا. هجيب بقى الكاس بتاعي والمعلقة بتاعتي بتاع الايس كريم، ونشوف بقى القوام والايس كريم بتاعنا. طبعا انا لسه مخرجوها من الفريزر حالا. عايزين الكورة تتلف معاكم بكل سهولة، استنوا يعني طلعوا العلبة من الفريزر بعدها ب5 دقايق ابدأوا قدامه. تمام، لكن انا لسه مطلعاها فمتلجة متلجة يعني، بس برضو الكورة معايا بتطلع بالشكل ده. شايفين القوام بتاعه؟ طعمه حلو جدا جدا يا جماعة، والله بجد. الطريقة مفيش اسهل منها، والى حد ما اقتصادي، مفهوش مكونات خزعبلية زي اللي بنشوفها اليومين دول. وفي نفس الوقت انت واثقة انت حاطة ايه بتقدميه لاطفالك. شايفين؟ زي ما قلتلكوا عايزين الكورة تطلع معاكم بكل سهولة، خرجوه بس قبل ما تقدموه ب5 دقايق. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اللي في الجوانب اهو، عشان اول حاجة بتفك طبعا فبتطلع معايا بكل سهولة. ايه رأيكم بقى في شكله؟ والله الطعم حكاية حكاية. شايفين لما بقرب من الكاميرا اللون بيختلف ازاي؟ لونه حلو جدا وطعمه حلو بكتير، احلى بكتير بكتير. يلا بقى ندوق مع بعض. شايفين القوام؟ والله يا جماعة احلى من المحلات بكتير قوي، واوفر بكتير كمان. يعني شوفي العلبة دي هتطلع لك كام كاس من دول، وشوفي انت بتشتري الكاس بكام من بره.
ايه رأيكم بقى؟ لازم تجربوه. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وتعلقوا بكومنت حلو منكم. يا ريت تشجعوني، يا ريت، واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله. اسيبكم على خير وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.